أنا ما ظنيتش يعني دولة في إفريقيا عندها ملاعب كما هذه. أنا نتكلم على تحركات المواقع الإلكترونية تاع المخزن مؤخرا حول احتضان بلدهم للكان. نعم. احنا يعني يقولوا لنا انتم الجزائريين في كل مرة ديروا مشاكل، خاصة في معايا إفريقيا في كل مرة. الكولسة قوية وقوية جدا. ونتكلم على جهاز الاستخبارات المغربي يعني. كنا نقولوا ما عندناش ملاعب. فضايح تاع رشاوى لبلد معين. هل هي حرب اللوبيات؟ هل هي حرب المخزن؟ هل هي حرب بعض الأطراف للترويج لبلد عن بلد آخر؟ في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش ولات كلمة المغرب أو فوزي القجع كتشكل هاجس يؤرق الإعلام الجزائري، بحيث تكاد لا تمر حلقة إلا بذكر الجامعة المغربية أو المغرب أو المخزن أو المؤامرة إلى آخره. أكيد هذه كلها تعابير على محاولة الهروب ديالهم من كل إخفاق كتعاني منه الكرة في الجزائر، وعوض ما يحاولوا يلقاو مكامن الخلل اللي كاينين باش يصلحوها يكتفوا بالتعليق ديال المشاكل ديالهم على المغرب. لا، الرياضة فيه الحمد لله كتحقق نتائج ممتازة على جميع المستويات. إذا بعد الانترو فرجة ممتعة. ولا أحد عنده في إفريقيا يعني ملاعب كالجزائر، مطارات، فهمتني، طرق شوية. نظن أن نبالغوا شوية أيضا. والله شوف، مع هذه الملاعب الجدد هذو يوسف، أنا ما ظنيتش يعني دولة في إفريقيا عندها ملاعب كما هذه، ولا دولة في إفريقيا عندها ملاعب يعني جدد، خاصة إحنا يعني أون انفستي في هذا فهمت لي زانفراستركتور. إلى تصريحات موتسيبي، إلى تصريحات الأمين العام للكاف حول تبديد الشكوك أو حول الإشاعات التي روجت من هنا وهناك حول احتضان أو الفصل في تعيين البلد الذي سيحتضن كان 2025. هل بدأت حرب الإشاعات يوسف طازير كإعلامي؟ هل هي حرب اللوبيات؟ هل هي حرب المخزن؟ هل هي حرب بعض الأطراف للترويج لبلد عن بلد آخر؟ ولكن الشك أو القطع الشك باليقين جاء على لسان موتسيبي الذي أكد بأن الكاف لم تفصل في البلد الذي سيحتضن نهائية 2025. أنا كمان ما نظنش أن الكاف ولا المكتب التنفيذي تاع الكاف راح يعاود يقع في نفس الأخطاء تاع الماضي. يعني أنا نظن على واللي قال بأنه سيبعث لجان مستقلة ستعاين المرافق والملاعب. طبعا هذا شيء عادي يعني تقوم به الكاف في كل مرة يكون كاين حدث هكذا تاع استضافة تاع بطولة تاع كأس أفريقيا. اليوم موتسيبي جاب بفكرة تكلم عن الإصلاح. لما انتخب رئيس للكاف تكلم عن الإصلاح وتكلم حتى عن الفساد في الهيئة القارية. اليوم لو كان تبع كمان اليوم فيه معلومات تتداولها وسائل الإعلام بخصوص يعني استخدام أو فضائح تاع رشاوى لبلد معين، يعني استخدمها جهاز مخابرات تاع بلد معين من أجل شراء أصوات وشراء دمم النواب أوروبيين وحتى بعد في البرلمان الأوروبي. ونتكلم على جهاز الاستخبارات المغربي يعني. وهذه الكواليس القادرة يعطونها يستاذ. طبعا اليوم يعني أنا ما نظنش أعضاء اللجنة التنفيذية تاع الكاف رايحين ربما يوقعوا في نفس الأخطاء ويقبلوا بهذه الممارسات الدنيئة والغير الأخلاقية. أنا أعتقد أن الملف الأجدر والاقوى نهائي كاس العالم بعد غدوه نسمعوا خبر بانه تم الفصل في تعيين البلدان. لكن كمان من كان وراء هذا، مع احترامي لصاحب الخبر، هل هو عضو في الكاف؟ هل هو عضو مسؤول؟ هل هو نظن ان زميلنا تكلم اعطى رايه، ولكن بهذه الطريقه انا تمنيت ما يكونش بتلك الطريقه، لان الطريقه ممكن ان تسيء للجزائر قبل ما تسيء للاخرين. لان اليوم احنا قد يوصفون احنا يعني يقولون انتم الجزائريين في كل مره ديروا مشاكل، خاصة في معايا إفريقيا في كل مرة، يعني بعد حديث قاسمة بعد كاميرون، والآن إن شاء الله دي ما تأثرش علينا هذه الحوادث هذه. إن شاء الله يكون الملف نتاعنا، شوف إن شاء الله يكون الملف نتاعنا ملف قوي. أنا نظن الحكومة الجزائرية ولا السلطات الحكومية في الجزائر لما قررت الترشح فهي على بالها واش هي دير، لأن الأمر ما يتعلقش بالاتحاد الجزائري، مش الفافية. سيد مسعودان، الجزائر لم تتحجج بالإيبولا في وقت من المرات، ولم تتحجج بعدم الجاهزية. الجزائر منذ 1990 لم تحتضن بحجم قاره، لم تحتضن الكان. كنا نقول ما عندناش ملاعب، وحنا انتقدنا شخصيا كاعلاميين ولا كمحللين ولا كفنيين ولا كجمهور، انتقدنا. ولكن كما قال لك رضا ماتام، الحمد لله عندنا منشات هياكل نمشوا راسنا في السما اخويا لزيز. حاجه ما تمنعنا باش ما نحتضنوش الكان هذا. صحيح، ويبقى انه لا يكفي انه تعود عندك هياكل وتكون عندك كل الهياكل الرياضيه والفندقيه معلش ولا لا تكفي، وكنا نقول انه لابد من ترويج ولابد. انا نقول الكلام اللي يتقال
في اللي كان يتكلم يشير ليه سي يوسف، انا نقول ربما سيخدم الجزائر من باب انها تتفطن انه الكولسه قويه وقويه جدا في يخص خاصه لا كونفدراسيون افريكان. رئيس واحد سي يوسف في الممارسات القديمه على مستوى الكاف ما تروحش، المحبات موجوده، الرشوه موجوده، القضايا كثيره موجوده، ولربما نحن ايضا ينافس فينا بلد او بلدين اللي حابين يديوا الكان ويستعملوا في وسائل، وحنا في الجزائر على كل حال انا قريتها في وسائل اعلاميه جزائريه في اكتوبر، الشيء اللي قالوا الصحفي مؤخرا قريته في اكتوبر لو 17 اكتوبر. اسمح لي احنا ما راناش نناقشوا، معليش لا اسمح لي ما راناش نناقشوا الصحفي متخبر. اسمح لي، الموقع التواصل الاجتماعي ليست مصدر للخبر. انا كاعلامي كقناه احترم نفسي واحترم المهنه واحترم القناه اللي راني متواجد فيها، انا الفيسبوك ليس بمصدر للمعلومه. ما نجيش انا ما نجيش انا ستاتيو في الفيسبوك ندير عليه هذا الديبا. انا نتكلم على تحركات المواقع الالكترونيه تاع المخزن مؤخرا حول احتضان بلدهم للكان. نعم، انا نتكلم على هذه الامور. انا ستاتيو داروا زميل ولا داروا اي شخص اخر ما نناقش فيه في حصريات. التكذيب ناخذوه كمصدر خبر. بارك الله فيك. لا ناخذوه كمصدر خبر صحيح انه موتسيبي كذب، ولكن تبقى كما قالها الوزير انه الكولسه قويه، لهم ادواتهم ولنا ادواتنا، تفعيل الادوات. رضا مطعم. شوف، انا نظن الامور لازم يعني نستغلوا بلادنا ونروجوا الامور لبلادنا. احنا ما يهمناش باي بلد، لان الجزائر انا نقول لك من المنشات تاعها هي اللي تتكلم عليها، فهمتني. وضف الى ذلك هذه كان في السابق، كان الرئيس السابق احمد كانت عنده امتيازات كثيره في المغرب، في مراكش كانت عنده فيلات، كانت عنده حتى تزوج بهذيك. ولكن سي مسعود باش يكون في علمك، هذا موتسيبي هو صديق للجزائر، انا نقول هيك، هو من جنوب افريقيا.